اخويا الغاوي. مسلسل الغاوي رتمه السريع مع الأحداث الكتير. كل ده أنا هقوله لك، وعشان ما أطولش عليك برضه في آخر الفيديو أنا هقول لك ليه أنا فرحان بخبر اعتزال محمد سامي. خليني الأول آخد أول حلقة. ظهور الكادرات اللي فيها مميز قوي، ده إن دل فيدل على إن المخرج جامد. ظهور ضيف شرف وهو كزبرة، هنقيم أداؤه؟ لأ، مش هقيم أداء كزبرة لان احمد مكي كان بيناقش له افيهات كتير. وبمناسبه الافيهات فانا عايز اروح للافيه الاسقاطي اللي بيقوله احمد مكي. تعبان. يا معلم، احنا من الحته الشعبيه زي الجماليه والحسنيه وباب الشعريه والويلي والعباسيه، كل المناطق الشعبيه دي ما بنطبنش في الكلام. في فئه بتعمل كده بس معظمنا ما بيطبنش في الكلام، وزي على راي احمد مكي بعد اذن الدين ما بنقولش كل الحاجات دي. ايه مش لازم، بني ادم طبيعي قدامك اهو. يعني سيدي الناس ما بنتكلمش كده، والله احنا ما بنتكلمش كده خالص. احمد مكي عامل خليط حلو، عامل شخصيه مركبه حلوه، عامل اداء جامد جدا. فانا بشوف ان الإفيه ده حلو. قعدته كذا مره هي اللي ما كانتش الطف حاجه. خليني في الاول اقول لك ان في كام حاجه سلبيه في المسلسل، وهي انك ما شفتش باك جراوند كافي عن علاقه كزبره بالخواجه. انت شفت بس ان هو اتحبس 4 سنين وخرج مات مقهور انه اتضحك عليه، فبتشوف احمد مكي بيلم الشله القديمه بتاعه الشمال اللي كان بيعمله، واللي ما خدتش برضه باك جراوند كافي عنه. ايه هو؟ ما تعرفش. بياخد شنطه من الخواجه، الشنطه دي فيها فلوس وساعه، ودي اللي بتدور احداث اول 5 حلقات عنهم. بيحاول يجيب الساعه بس. في مشاهد اكشن، في ممثلين وضيوف كتير، اداء عائشه بن احمد جامد جدا. اداء الاستاذ محمود البزاوي والاستاذ احمد بدير جامد. انا بس برضو عندي تعقيب تاني، وهو عن ليه انا انط بالحلقه الثالثه تقريبا المشاهد بتاعت احمد مكي اللي هو شخصيه شمس دي ومحمود البزاوي. ليه يا معلم اخد؟ ليه ياخد تعالى بكره وتعالى بالليل، واصل هو ما بيحبش يصحى واصل هو ما بيحبش ينام؟ الشخصية بتحكم على حاجة زي كده، بس كان تقدر تقلل الموضوع ده. ال5 حلقات كانوا هياخدوا حدث أكتر من كده. عائشة بن أحمد عاملة دور هايبر حلو. أول 5 حلقات، إحنا بنتكلم عن أول 5 حلقات بس. اللي جاي لسه هنشوفه وهنتكلم عنه إن شاء الله. فلو أنت مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب، شير ولايك، وقول لي رأيك في المسلسل. هنكمله ولا لأ؟ هقول لك. خليني بس أخدك في أداء أحمد مكي شوية شوية، وهنتكلم أنا وأنت باستفاضة في الحتة دي. ليه يا معلم أنت عاجبنا من الجمدان ده؟ انت دلوقتي داخل في شخصية شمس، الشعبي اللي دمه خفيف، الجدع ابن الأصول اللي بيضلل على كل اللي حواليه وعيلته. عامل شخصية مركبة حلوة. الأحداث اللي حصلت ما بينه وما بين الخواجة اللي هي بتاعت خطف ابن أخته، مع كسر دراع الأب الروحي ليه، مع الأحداث دي كلها ده أحمد مكي بيخليه يظهر في كادر اللي هو ده. لا يا جماعة، الكادر ده لأي حد بيتفرج بجد وبيحب يحلل الشخصيات وبتاعه من نفس النوعية بتاعتي كده. شخصية شمس دي بتسأل 50 سؤال في نفس الشوط. ليه؟ إزاي؟ أنا هقدر أكمل ولا لأ؟ أنا عملت في نفسي كده. طب أنا ما كانش ينفع أعمل كده من الأول. أنا السبب. كل دي أسئلة من شوت والله بدون أفوارة. فأنت يا عم أنت ليه كنت حاجمنا من الجمال ده؟ في 15 سنة من الكبيرة قوي، مع دور درامي نوعا ما في الاختيار، مع إني ما اتفرجتش عليه، بس ده جمدان يطلع من أحمد مكي وده مسلسل يخش بيوتنا ودي حاجة ما فيهاش إيحاءات. في مشاهد أكشن حلوة، في مشاهد فيها إفيهات حلوة بيعرف يعملها حلوة مع عائشة بن أحمد. بتعرف تديك سنس كده حلو ولذيذ، تعرف تضحك عليه وفي نفس الوقت تتعاطف معاها. أداء إبلي ويوسف وكرم جابر أنا مش هعلق عليه، ولكن هم في حتتهم جامدين أوي. تمثيل مش اتكلم أنت وقول لي رأيك في الكومنتات. لحد آخر 5 حلقات هكمل المسلسل بنسبة كبيرة أوي. المسلسل ما فيهوش أي حاجة تخدش الحياة، ما فيهوش ألفاظ، ما فيهوش، فتقدر تتفرج عليه أنت والعيلة كلها. دي حاجة من الحاجات الإيجابية اللي بيعملها أحمد مكي دايما. دي حاجة جامدة كده، أنا بتبسط بيها بصراحة. فلما بطلع أعمل فيديو، لما بطلع أرشح فيلم، بقول إن في بلس 18 عشان ما أشيلش ذنب. أنا هنا بتكلم بأريحية أوي. مسلسل الغاوي مسلسل حلو، أول 5 حلقات جامدين. هنكملهم ولا لأ؟ هنقيمهم ولا لأ؟ لأ طبعا. يعني أول 5 حلقات هتقيم إيه؟
بعد ال 15 حلقة هنقيم. أحداث سريعة جدا وحلوة. هما كام حاجة سلبية بص اللي أنا قلت لك عليهم دول، مش أكتر من كده. مش عايز أحرق المسلسل، أو هنتكلم باستفاضة إن شاء الله في بعد الثمان أو تسع حلقات. ف سبسكرايب جميل، وقول لي برضه رأيك في الكومنتات تاني. ليه أنا فرحان بخبر اعتزال محمد سامي؟ اللي هو مخرج شاطر ما عنديش مشكلة، ولكن أنت 8 9 سنين يا معلم بتشوف نفس الشيء. ستيل الناس، نسخة من جعفر العمدة، نسخة من الأسطورة، نسخة من إيش إيش نعمل أفوكادو، كلها مسلسلات شبه بعضها. هتعيش ولا لأ؟ لأ. نجاحها نجاح موسم، بس الفئة اللي بتتفرج عليها بتبقى فرحانة إن ده بطل شعبي. بعد ما بيخلص المسلسل هما بينسوه أصلا. تاخد مثال، خد مثال. اللي أنا عايشة في جلباب أبي، مسلسل عايش بقاله 50 سنة. ليه؟ عشان فيه فكرة. رأفت الهجان مسلسل بقاله حوالي 50 سنة برضه، عايش عشان الفكرة. ليالي الحلمية نفس الشيء، حديث الصباح والمساء نفس الشيء. فدي كلها بتقدم فكرة، إذا فهتعيش معاك لمدة 50 سنة حرفيا. أنا اديتك أمثلة. ليه مسلسلات محمد سامي موسم وخلاص بقول عليها كده؟ هشبه لك تشبيه حلو قوي لذيذ، انا وانت هنفهمه. شفت الترندات بتاعت التيك توك، اللي هي العيال اللي بتطلع في اللايفات ويعملوا مش عارف نمجع على بعض وبتاع، وهوب تنتشر على السوشيال ميديا كلها شهر بالكتير قوي وبيختفوا. هي دي مسلسلات هي ترند تيك توك حرفيا، بس يتاخد منها ترندات. هل ده عيب ممثلين ولا عيب محمد سامي ولا عيب ده ولا عيب ده؟ هي حاجة بتنجح في موسم بتجيب فلوس، تجارة، ولا أكتر ولا أقل. عشان كده أنا فرحان بخبر اعتزاله الصراحة يعني. وأتمنى إنه ما يرجعش، ولو هيرجع يرجع بحاجة جديدة تضيف فكرة حلوة نقدر نتفرج عليها كلنا. وبس يا معلم، لو أنت منتظر إن أنا أحرق حاجة فأنا مش هحرق حاجة. نشوفك في فيديو جديد هنحرق فيه مع بعض أحداث تانية كتير إن شاء الله. أشوفك على خير.